تم العثور مساء السبت الأول من فبراير عام 2025 على جثة شاب مجهول الهوية معلقة بإحدى الأشجار في غابة أزرو الواقعة ضمن نفوذ جماعة بني صميم بإقليم إفران. أثار هذا الحادث صدمة كبيرة بين سكان المنطقة الذين عبروا عن قلقهم إزاء هذه الواقعة المأساوية. وتشير المعطيات الأولية إلى وجود حبل ملفوف حول عنق الضحية ومربوط بأحد فروع الشجرة، مما يطرح تساؤلات حول ظروف الوفاة وما إذا كانت ناتجة عن انتحار أم جريمة مدبرة. وفور تلقيها البلاغ انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة إلى مكان الحادث، حيث باشرت التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما حضرت الفرقة العلمية والتقنية لجمع الأدلة وإجراء المعاينات اللازمة لكشف ملابسات الوفاة. تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 من أغسطس في أزرو لإخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة، بهدف تحديد السبب الحقيقي للوفاة.